ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. النهاردة هنعمل مع بعض الكبدة البلدي بالبصل. بس ريحتها جايبة اخر الشارع زي ما احنا شايفين. بصوا كده شكلها يفتح النفس، يعني احلى بكتير من كبدة العربيات. واول حاجة بنعملها اهو بوريكم الكبدة شكلها ايه يا جماعة. بصوا كل الحاجات الحلوة دي اصلا بتحلي الكبدة. ولو عملتيها لوحديها برضو هي بتنزل الصوصات اللي فيها. يعني الكبدة ليها طرق كتير، بس النهاردة هنعملها بالبصل. تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان نعمل أحلى كبدة مع بعض. وأول حاجة بحضرها الخضار اللي أنا هعمل بيه الكبدة. حضرت بصل متقطع وفلفل متقطع وتوم مهروس. وحضرت الكبدة قطعتها بالطول شرايح طولية كده. وبصوا يا جماعة كل حاجة متحضرة وجاهزة عشان ما نطولش عليكم الفيديو. تمام كده. بصوا كنت غاسله الكبده وحطها في مصفايه علشان تبقى جاهزه معايا. ودلوقتي يا جماعه كل حاجه جاهزه وزي ما احنا شايفين. وكنت رشه على البصل ملح. ودلوقتي انا بجهز التوم. تتبيله التوم دي يا جماعه هي اللي بتديها بقى الريحه الجامده. واول حاجه دلوقتي انا رشيت ملح على التوم، ملح وفلفل اسمر وكمون علشان هتبل بيها الكبده. قلبت التوم كويس. ودلوقتي هحط التوم على الكبدة واقلبها كويس جدا. وبعد كده هسيبها تتبل كده شوية حوالي نص ساعة. خلاص كده هقلب كل ده مع بعض. وكنت مقطعة قطع من الدهن كده عشان هحطه مع السمنة والزيت. تمام كده. وبكده احنا مقطعين الخضار ومجهزين الكبدة بالتتبيلة. هنسيبهم دلوقتي وهنشوف هنعمل ايه على النار. تمام كده. وكنت جايبة صينية وهحط فيها معلقتين من السمنة البلدي على شوية صغيرين من الزيت. وهحط قطع الدهن اللي انا مقطعاهم. سيبهم يسخنوا شوية على النار لغاية اما قطع الدهن تسيح. وضيفي شوية صغيرين جدا من الزيت علشان كله دلوقتي هيسيح مع بعضه قبل ما تحطي الكبدة. عايزة اقولك برضو ان قطع الدهن دي بتديها ريحة حلوة قوي. بس لو ما عندكيش او مش عايزة تحطيها مفيش مشكلة. خلاص كده. بعد ما قلبتها كويس هضيف الكبدة عليها. بس هشيل القطع دي الدهن دي يا بنات عشان احنا برضو ايه اللي مش حاببها يعني خلاص بلاش منها. بس انا حطيتها في الاول تدي ريحة بس مش اكتر. دلوقتي هضيف البصل. انا حبيت اتبل البصل الاول علشان كل حاجة في الكبدة كده تبقى طرية والخضار مستوي. هقلب البصل على النار هياخد حوالي 10 دقايق علشان زي ما انا قلت انا عايزة البصل طري وكل حاجة في الكبدة كده طرية زيها. الطريقة دي يا بنات بتخلي الكبدة طعمها حلو قوي. بتبقى شاربة من الخضار ومن الفلفل. وانتي برضو ممكن تحطي فلفل اخضر حامي يعني حسب الرغبة. قلبي في البصل كويس. ولو انتي عايزة معلقة سمنة ضيفي لها معلقة سمنة او معلقتين من الزيت يعني زي ما تشوفي هي محتاجة ايه. ودلوقتي هضيف الكبدة. خلاص كده انا طريت البصلة شوية. ما تنسوش ان هي تاخد تسوية برضو مع الكبدة. تمام كده. اهو بص كنت مقطعة الكبدة كده بالطول زي الشاورما يعني. بس التقطيعة دي انتي وراحتك يعني ممكن تقطعيها مربعات صغيرة زي الكبدة الاسكندراني. وممكن تقطعيها مربعات كبيرة يعني انتي وراحتك. انا حبيت اخليها شكلها كده في السندوتشات زي الشاورما فقطعتها بالطول. هقلب الكبدة كويس لغاية اما لونها يتغير. هي كل ما تتشوح على النار لونها بيتغير كده وبتبيض. اهو بصوا قلبتها كويس مع البصل.
حاولي بقى تدوقيها، اذا كانت عايزة ملح، عايزة فلفل، عايزة كمون، ضيفي زي ما انا هعمل دلوقتي. لازم يا بنات ندوق الحاجة برضو عشان طعمها يطلع حلو ومظبوطة. واخر حاجة هضيفها الفلفل الاخضر. ممكن برضو لو عندك فلفل الوان اصفر احمر تحطي برضو، بيديها قيمة غذائية حلوة. ولو ما عندكيش الفلفل الاخضر برضو جميل. خلاص كده هقلب بالخضار كله مع بعض. اهي تقريبا كده الكبدة استوت يا جماعة. علشان كده بنحط الفلفل اخر حاجة علشان ما بيستحملش. برضو انا عايزة الفلفل طري، يعني هقلبه شوية تاني. بتمنى اخواتي وحبايبي اللي وصلوا معايا لغاية هنا يحطوا اللايك ويشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. تشجعوني يا جماعة اعمل فيديوهات تانية. تمام كده قلبنا الكبدة كويس مع الفلفل. تقريبا كل حاجة استوت فيها. بصوا يا بنات، انا وطيت النار عليها عشان تنزل الصوصات اللي فيها كده واللي في الخضار. حسيت ان هي عدمة، حطيت فلفل اسمر وملح. حطي بقى نص المعلقة دي اللي هتفرق كتير قوي في طعم الكبدة، نص معلقة من القرفة. ولو انتي مش حباها برضو استبعديها. بس هي تقريبا يعني اديتها كده حلاوة وريحة حلوة، يعني ما اثرتش فيها جامد عشان حطيت نص معلقة بس يا جماعة، عشان أنا زي ما قلت قبل كده ما بكترش التوابل عشان طعم الحاجة يفضل زي ما هو، ما يتغيرش. ما تبقاش التوابل هي اللي طاغية على الحاجة وطعمها مش باين. تمام كده. خلاص كده الكبدة استوت. اضيف لها برضو ملح وكمون. يعني زي ما قلت قبل كده ان احنا لازم ندوق الحاجة عشان تطلع مظبوطة. خلاص كده يا جماعة اهو الكبدة استوت، بقت زي ما احنا شايفين كده حاجة تفتح النفس. تعالوا بقى مع بعض نغرف الكبدة. بس قد ايه شكلها جميل، وعايزة اقولك بقى لو عملتيها هتعجبك جدا بسبب ريحتها. كل الروائح بتاعت الخضار دي طالعة اهو. بصوا ربنا يبارك. تمام كده. كفاية يا جماعة طشة التوم اللي فيها، يعني هي بتوصل ريحتها لآخر الدنيا. يعني الجيران هيشموها ويقولك عاملاها ازاي. يعني طريقة حلوة اوي يا جماعة للكبدة. وحضري بقى السندوتشات، حضري فينو او كايزر واعمليها لأولادك، بجد حسسهم ان انتي جايباها من برا. بصوا يا جماعة شكل الكبدة. يعني بصوا بجد حاجة تفتح النفس، وكمان ريحتها تحفة تحفة يا بنات. بس ولو حابة برضو تقطعي طماطم وخيار جنبيها، او حتى تعملي جنبيها طبق سلطة او تقدمي جنبيها مخلل. عايزة اقولك هي برضو الكبدة تتاكل كده لوحدها او زي ما احنا شايفين يا جماعة. ممكن تقدميها برضو في العيش السوري وتلفيها كده رولات وتعمليها على النار. يعني هي في جميع الأحوال طعمها جميل. ممكن تقدميها بقى بالشكل اللي يعجبك. أنا دلوقتي هحطها في السندوتشات، هقدمها في السندوتشات وهوريها لكم دلوقتي يا جماعة. وبرحب بأي حد اشترك في القناة، وبتمنى اللي لسه ما اشتركش ينورني بالاشتراك واللايك والتعليقات الجميلة اللي بتسعدني وبتخليني اعمل يا جماعة فيديوهات تانية. يلا شجعوني بكومنتاتكم الجميلة ولايكاتكم. وده شكل الكبدة يا جماعة مع الفلفل الاخضر. انا بفتح نفسكم طبعا بالحاجات دي اهو. بصوا قرن فلفل اخضر مع الكبدة. طبعا انتوا عارفين قد ايه الفلفل الحامي طبعا بيتاكل مع الكبدة بقى، وبيبقى بيشطشطها وبيخليها حلوة قوي. يعني لو ما حطيتيش فلفل اخضر بقى في الكبدة قدميه بالطريقة دي. دلوقتي يلا بينا ندوق الكبدة مع بعض.
بصوا بقى في العيش البلدي تحفة يا بنات. يلا بينا نعمل السندوتشات بقى. عملتها بالطريقة دي، قطعت شرايح طماطم وشرايح خيار فيها. بصوا قد ايه تفتح النفس، يعني انتي لو عملتيها كده وقدمتيها هيفتكروكي جايباها من بره. يلا اعملي بقى الكبدة بالطريقة دي وقولي بقى ايه رأيك فيها. تمام كده. بصوا انا بفتح نفسكم يا جماعة اهو. وفي حاجة مهمة يا جماعة عايزة اعرفها، قولولي بتغسلوا الكبدة ولا لأ. هي في ناس بتغسلها وفي ناس برضو مش بتغسلها، وفي ناس بتنقعها باللبن، فانتوا قولولي انتوا بتعملوها ازاي. انا في الفيديو ده غسلتها وحطيتها في مصفاية. تمام كده. وادي طبق الكبدة يا جماعة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.